السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو ده هنشرح حاجة أساسية جدا في أي نظام اتصالات، وهي التضمين الماجوليشن. لو عمرك سألت نفسك ازاي الإشارة بتسافر من المرسل للمستقبل من غير ما يحصلها تشويه أو ضياع، فأهلا بيك، لأن ده بالظبط اللي هنعرفه دلوقتي. يعني ايه الماجوليشن؟ ببساطة كده، التضمين هو عملية تحميل المعلومة اللي عندي، سواء كانت صوت أو صورة أو بيانات، على إشارة تانية اسمها الحاملة، الكارير. ليه؟ علشان الإشارة الأصلية ضعيفة ومينفعش تنتقل لوحدها، لازم تركب على موجة قوية. طيب ليه بنستخدم التضمين؟ ليه كل أنظمة الاتصال بتستخدم التضمين؟ لأسباب رئيسية: علشان الإشارة تمشي مسافات طويلة، وده أول حاجة. ثانيا، علشان نحمي الإشارة من التشويه، الإشارة محصلهاش نويز، يعني زي ما شرحنا في الفيديو اللي فات. علشان نقدر ننقل كل إشارة في نفس الوقت، زي الراديو والتلفزيون. رابعا، علشان نرفع كفاءة استخدام الترددات. طيب، وهل التضمين ده ليه أنواع؟ ليه أنواع. عندنا نوعين من التضمين، الأغلب هيكون عارفهم. عندنا حاجة اسمها الأنالوج موديوليشن والديجيتال موديوليشن. طيب، الأنالوج موديوليشن ده هي من اسمها أنالوج يعني ترددات، يعني راديو، يعني الكلام ده، يعني AM FM PM. طيب ال AM ده اختصار لإيه؟ اختصار للأمبليتيود موديوليشن. طب ال FM frequency modulation. طب ال PM phase modulation. وكده يبقى دي كده الأنواع الأساسية في الأنالوج موديوليشن. طيب نيجي للديجيتال. الديجيتال عندنا حاجة اسمها ال ASK وال FSK وال BSK وال QAM، ودي في الغالب اللي بنستخدمها في الواي فاي وال 4G وال 5G والكلام ده. طيب هنوضح بس الأمور كده. تمام، نشرح مثال بسيط. تخيل إن صوتك هو الرسالة والمايك هو المرسل والراديو هو المستقبل، لكن الصوت لوحده مش هيعدي، لازم يركب على موجة قوية وهي الكارير. فالتضمين هنا زي إنك بتحط رسالة جوه ظرف علشان توصل للي محتاجها. ده كان شرح بسيط للتضمين الموديوليشن. لو عجبتك السلسلة دي، مستني رأيك في الكومنتات، واستنوا الحلقة الجاية عن أنواع الموديوليشن بالتفصيل.